اهلا بكم مشاهدينا، رجعنا لكم ولسه مستمرين مع حضراتكم وباقي فقرات بيت العيلة. وفقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن التحركات الإسرائيلية داخل القارة الإفريقية، وكلنا شاهدنا مؤخرا الزيارات الإسرائيلية للقارة الإفريقية ومدى تأثير هذه الزيارات على ملف المياه وأيضا المردود على باقي الملفات المفتوحة. من فترات واحنا بنتكلم في ان مصر لعقود متتالية اهملت في العلاقات المصرية الافريقية، وده كان نتيجته مجموعة من التحركات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي، وايضا مجموعة من الجفاء في التعامل والجفاف الدبلوماسي بين مصر وباقي او معظم الدول الافريقية، اللي ما كانش من المفروض ده يكون حاصل، لان علاقات مصر بالقارة الافريقية والدول الافريقية كانت اقوى من ذلك بكثير، وكان لها مردود ايجابي على الامن المصري الخاص بحدود مصر الجغرافية. خلونا النهاردة نتكلم مع ضيفنا وهو خير من يتحدث في هذا المجال عن التحركات الإسرائيلية داخل القارة الإفريقية وتأثيرها على مصر. مع ضيفي اللي مشرفني داخل الاستوديو، بيسعدني يكون معايا دكتور رامي عاشور، خبير الشؤون الخارجية وعضو الوفد المصري باليونسكو. أهلا بك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور رامي، خليني في البداية أعرف تقييم حضرتك للجولات الإسرائيلية داخل القارة الإفريقية. طيب تمام، انا بس في البدايه عايز اقول ليه اسرائيل بتتوجه ناحيه افريقيا، ومن امتى بالظبط الفرص كانت سانحه للتوجه الاسرائيلي في افريقيا، ومين اللي اداهم الفرصه لكده. الحقيقه التوجه كل ما بيزيد التوجه الاسرائيلي في افريقيا كل ما كان فرص النفوذ العربي قليله في القاره، وخاصه النفوذ المصري، والعكس صحيح. فكلما كان النفوذ المصري والعربي منتشر في افريقيا كلما قل فرص انتشار النفوذ الاسرائيلي في القاره. والدليل على كده في فتره الرئيس جمال عبد الناصر كان النفوذ المصري في افريقيا نفوذ قوي جدا، وكانت مكاتب حركات التحرر في افريقيا كان لها مكاتب في مصر، وكانت بتاخد اوامرها للتحرر في افريقيا من مصر من خلال الراديو. في عصر السادات كان بسبب الحرب توجهنا ما قلش، انما الدول الافريقيه نتيجه اللي عمله الرئيس عبد الناصر تكاتفت مع مصر في حربها ضد اسرائيل. لكن للاسف جه فتره مبارك منذ حدث محاوله اغتيال الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، خد الموضوع بشكل شخصي، وبالتالي مصر كلها دفعت الثمن. يعني وتم تجميد العلاقات. تم تجميد العلاقات. هو تقريبا نفسه وقفت من افريقيا، وده على لسان بعض المسؤولين المقربين منه، هو قال كده انا نفسي وقفت من افريقيا. فبالتالي عشان خاطر فرض الدوله كلها دفعت. بس ده ما كانش ليه اي علاقه المفروض بالعلاقات الدبلوماسيه المفروض. ما هو للاسف كانت توجهات برضه الدوله، يعني حكم الفرد غير حكم المؤسسات. فبالتالي لما انسحبت مصر بقى من افريقيا ابتدى يخش الدول تانية. دول تانية، ابرز الدول الاقليميه اللي دخلت في افريقيا واللي بتهددنا احنا كانت ايران واسرائيل. ومش صدفه ان الاثنين سياستهم واحده وتفكيرهم واحد، بل بالعكس اللي يبحث في القاره الافريقيه هيلاقي ان في شبه تقسيم او شبه اتفاق على القاره. ايران واخده الغرب واسرائيل واخده الشرق بالجنوب. والولايات المتحده طبعا والصين بيتنافسوا حوالين القاره ككل، وفرنسا معاهم. طب اسرائيل تحديدا عشان تدخل افريقيا دخلت من ساعه اما اتعمل اما الرئيس السادات عمل معاهده السلام مع اسرائيل، وبعديها في مؤتمر مدينه السلام سنه 92 ابتدت اسرائيل تروج للمؤتمر ده ان خلاص اسرائيل ما اصبحتش العدو للعرب، بالعكس ده في اتفاقيه سلام اهي. واستغلت اسرائيل ان هي الحليف الاقوى او الحليف الاكبر للولايات المتحده الامريكيه، القوه المارده في العالم. فبالتالي الافارقه بيحتاجوا النموذج ده او يعتضوا علاقاتهم باسرائيل، واسرائيل دخلت من المدخل ده من سنه 92 لحد النهارده. نيجي بقى بعد سنه 92 سنه 94 كانت اول زياره رسميه لرئيس وزراء اسرائيل في افريقيا. راح فين؟ راح المغرب. من بعديها ما حصلش اي زياره رسميه لرئيس وزراء اسرائيل الا اليومين دول اللي هو نتنياهو. راح 4 دول افريقيه، ومش صدفه برضو ان ال4 دول دول هم دول حوض نيل: اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا. لكن في حاجة تانية هي الاطار الحاكم لسياسة اسرائيل في افريقيا، حاجة اسمها سياسة شد الاطراف. اشغل القيادة المصرية او القيادة العربية، بس تحديدا القيادة المصرية بصراعات
وتأجيج نفوذ اسرائيلي في القاره الافريقيه بحيث ان انا اشغلها عن الصراع العربي الاسرائيلي. يبقى اصدر لمصر موضوع انفصال السودان، اصدر لمصر ملف سد النهضه او ازمه حوض النيل، اصدر لمصر والدول الوطن العربي او تهديد الامن القومي تطويق الامن القومي بصراعات ودول مفتته. عشان كده الصومال عمرها ما بتستقر، وعشان كده اليمن دلوقتي بيشهد حاله برضه من الاستقرار، عشان كده بنلاقي قرصنه في مضيق باب المندب والبحر الاحمر. وفي نفس الوقت شمال افريقيا دخل في الموضوع من خلال بقى اتفاقيه يعني اجنده اللي هي برنارد لويس وتفتيت المنطقه العربيه عشان تبقى اسرائيل لها السمو والسياده، وبالتالي ده بيخدم على التوجه الامريكي ناحيه اسيا. فبالتالي عنصر بقى او جزء شمال افريقيا وجزء شمال شرق افريقيا ده الجزء الاساسي اللي بيأثر على الامن الاقليمي الافريقي وفي نفس الوقت بيأثر على الامن القومي العربي. لكن هل في اتفاق معلن بين اسرائيل واثيوبيا خاص بسد النهضه؟ احنا طول الوقت بنسمع ان التمويل صيني، لا ايطالي، لا اسباني، في حاله من التعويم في هذا المجال. طب انا هفند لحضرتك الدول اللي هي الاربع دول اللي تم الزياره ليهم، لان كل دوله لها علاقات باسرائيل قويه جدا، يمكن اقوى مننا احنا كمصريين. اثيوبيا مثلا اسرائيل دخلت لها عندهم مدرك ايديولوجي هناك ان الجماعه اللي حاكمه هناك اسمها جماعه الامهره، دول عندهم انتماء ان هم شعب الله المختار، انتماء لسيدنا سليمان. فاسرائيل استغلت المدرك ده ان هم يعني نفس المدرك عند اليهود ان هم شعب الله المختار انتماء لسيدنا موسى. فبالتالي هم الاثنين شعب الله المختار ربنا اصطفاهم عن شعوب العالم، فبالتالي ده عمل نوع من الازدواجيه او العوامل المشتركه ما بينهم ان هم يقربوا المسافات. استغلت المدرك الايديولوجي في اوغندا ان سيدنا موسى كان اسود اللون، هم روجوا لكده، وان اوغندا كانت المفروض الوطن القومي لليهود بدلا من فلسطين. طبعا الكلام ده كله مش حقيقي طبقا للاساطير الموجوده الحقيقيه، لكن هم استغلوا ده كمدرك لتعزيز النفوذ الاسرائيلي في افريقيا. فبالتالي اثيوبيا صحيح ما فيش تمويل معلن من اسرائيل، انما في دعم، والدعم مش لازم يكون معلن. ليه؟ لان هو ده السبب زياره وزير الخارجيه مصر لاسرائيل اليومين دول. يعني التمويل الدعم الاسرائيلي لازم يكون غير معلن، لان اي دعم اسرائيلي لجانب اثيوبي هو يخل باتفاقيه السلام ما بين اسرائيل ومصر، لان انت كده بتدعم طرف ليا عشان يهددني، فبالتالي التهديد ده يخالف اتفاقيه دوليه انت ملتزم بيها. فبالتالي لازم ما يكونش الدعم مثبت او معلن، لكن ان وجود الاسرائيلي موجود هناك. والدليل على كده ان رئيس وزراء اثيوبيا في نفس اليوم اللي الاتحاد الافريقي رفض فيه ان اسرائيل تحصل على صفه مركب، رئيس الوزراء اعلن ان هو سيسعى لاستعاده النفوذ الاسرائيلي في افريقيا. بالمناسبه برضو معلومه اغلب الساده المشاهدين ما يعرفوهاش، اسرائيل كانت اصلا مراقب في الاتحاد الافريقي لحد سنه 2002. نوفمبر 2002 بالظبط، وحصل ان الطرف الليبي او دوله ليبيا هي اللي طردت اسرائيل من الاتحاد الافريقي، لان كان ساعتها طبعا معمر القذافي هو المتزعم لموضوع الاتحاد الافريقي ورفض وجود اسرائيل كصفه مراقب. لكن دلوقتي ابتدى اسرائيل عايزه تسترد ده عشان تقوي من نفوذها في القاره بعد زوال القذافي. طبعا ما هو كل ده، ما هو كل اللي بيحصل بيخدم على مصالح اليهود. طب اثيوبيا ليها مشاريع تانية، بالعكس اسرائيل متواجده جدا في العلاقات الاقتصاديه مع اثيوبيا اللي هي مشروعات البنيه التحتيه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لكن في ناحيه السد تحديدا لا، مش غير معلن. لكن التكنولوجيا نفسها احنا صحيح التمويل معلن هو جاي من الصين، لكن ما حدش سأل التكنولوجيا جايه منين، معدات بناء السد نفسها جايه منين. ما هو لحد دلوقتي غير معلن، حتى المعلومات هم شويه بيقولوا ايطاليا وشويه بيقولوا اسبانيا وشويه لا هم قالوا ايطاليا وهولندا كمستشارين فنيين مكاتب فنيه. انما المعدات نفسها اللي بتبني السد لحد الان غير معلن هي مصدرها منين. وفي نفس الوقت المعلومات بس في لجان استشاريه شغاله من الثلاث دول، يعني ازاي ما توصلوش لده من مصر والسودان واثيوبيا؟ لا ما توصل يعني ما بيبحثوا ايه مدى تاثير السد على مصر. انما مش بيبحثوا لكن التشغيل لا. التشغيل يعني كوضع امر واقع دلوقتي زي بالظبط اللي بياخد ارضه وضع يد. يعني هو بيبحث ازاي يتعامل مع الوضع، انما مش بيبحث هو جه منين. فبالتالي المعدات نفسها اللي هي دراسات الجدوى اللي معموله برضه غير معلن، الجانب الاثيوبي ما بيعلنش حاجه، والطرف المصري بيخطئ احيانا لما بيبين في المفاوضات ان هو على ود ومساحه حميده بينه وبين الجانب الاثيوبي، لان الجانب الاسرائيلي والجانب الاثيوبي بيستغل ده للمجتمع الدولي ان العلاقات كويسه والجانب المصري وفي تراضي والجانب المصري موافق. في حين ان احنا لا، ان السد ده يعني لو اتملى زي ما استغلوا قبل كده الاجتماع السري بتاع محمد مرسي. لا دي كانت فضيحه ثانيه. يعني هم عندهم، لان هم الحكومه الاثيوبيه هم اصلا بيكرهوا المسلمين.
يعني اللي هم عندهم مدرك ايديولوجي ان هم جماعه مسيحيه مطوقه بدول عربيه اسلاميه متطرفه. لكنهم كانوا مقربين لمصر في فترات طويله علشان الكنيسه. بس ده كان زمان جدا، كانت ايام الكنيسه المصريه لما كان ليها نفوذ. دلوقتي عنصر الدين ما بقاش له نفوذ في العلاقات الدوليه زي زمان. ده بعد ما احنا تخلينا عن الدور ده. بالظبط، يعني بالظبط من منتصف عصر مبارك كده ابتدى دور الكنيسه نفسه يقل. يعني حتى دور الازهر الشريف دلوقتي في افريقيا برضه مش مؤثر بالقدر اللي هو زي ما كان مؤثر زمان. لان دلوقتي المصالح نفسها ابتدت تغلب حتى على وازع العامل الديني او العامل الاقتصادي، حتى لو في مصالح سياسيه. طيب دي اثيوبيا بالمناسبه، هم الزياره دي اسرائيل خصصت 18 مليون دولار كنفوذ اقتصادي او كعلاقات اقتصاديه مع الاربع دول. واسرائيل لحد يوليو 2015 ميزانيه التسليح بتاعها هي بتبيع سلاح لدول افريقيه اغلبها دول حوض النيل ب 318 مليون دولار. الرقم ده رغم ان هو رقم بسيط بالنسبه لاسرائيل بس رقم كبير جدا بالنسبه للدول الافريقيه. لان الدول الافريقيه السلاح بيروح لفين؟ هو السلاح بيروح لجماعات متضاربه. ليه؟ لان عشان ما بينهم صراع، عشان الصراع يستمر فبالتالي يزدادوا الحاجه للسلاح، وموارد الدوله نفسها يتم انتهاكها من قبل القوى الكبرى واسرائيل. زي مثلا الكونغو بيتم نفس الموضوع ده باسم سياسه جنرالات الحروب لتهريب الماس. اليهود او الاسرائيليين هم اللي بيتحكموا في تجاره الماس في العالم. طيب الناحيه الثانيه كينيا، ليه اسرائيل بتروج يعني بتدعم علاقتها بيها؟ كينيا لان فيها اكبر مركز او فرع للموساد الاسرائيلي موجود في كينيا. اكبر مركز للموساد في افريقيا موجود في كينيا. طب اشمعنى كينيا؟ لانها بتطل على الدول العربيه من جهه مضيق باب المندب. اذا التقسيمه حاصله طبعا، ومفيش اي شكل من مستمرين اشكال للأسف في الترقب لتغيير الخريطه دي. والوضع العربي متشرذم وكل يوم بيزيد تشرذما اكثر من الاول. هل حضرتك شايف ان من كل كلامك اللي حضرتك قلته دلوقتي ان بيصعب على مصر اختراق هذه الشبكه؟ حاليا طبعا. عارفه حضرتك الزياره اللي راحها لاوغندا، هو راح اوغندا استغل ايه؟ استغل حاجه اسمها مرور 40 سنه، ذكرى احتفاليه مرور 40 سنه على تحرير الرهائن الاسرائيليين من اوغندا. يعني موقف حصل عادي جدا، هو استغله وعمل له بروباجندا للاعلان عن وضع قدم. احنا ما بنعملش كده. يعني حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده المصريه بتتوجه لافريقيا وبتحاول تستعيد او تعوض كل اللي فاتها، لكن احنا فعلا فاتنا كتير. هل الدبلوماسيه المصريه لوحدها قادره على عوده هذه العلاقات؟ لا، لازم تكاتف اجهزه الدوله كلها. ومصر لوحدها لا مش قادره بمنتهى الامانه. احنا لازم يكون لنا استثمارات مثلا في الدول، مش استثمارات وبس، لازم الجانب العربي يقف معانا. يعني الجانب العربي لازم يبقى ليه موقف حتى من حوض النيل. مين ليه ثقل او ممكن يكون مؤثر في هذه العمليه؟ دول الخليج. دول الخليج ودول الشمال الافريقي برضه يعني. بس دول الخليج يعني الرد هيبقى ايه مدى الاستفاده بالنسبه لهم؟ هم ما بيعوزوش. هم عندهم اموال، الاموال دي يقدروا يستثمروها في دول افريقيا. افريقيا محتاجه استثمار ومحتاجه يعني العنصر البشري او المورد البشري برضه في افريقيا متضئل، رغم ان هو عندهم عدد سكان احيانا متوافر او احيانا بيبقى زايد، لكن دايما الدول الافريقيه نسبه العماله اللي فيها بتبقى قليله واقبالهم على العمل تحت ضغط بيبقى ضعيف. واستغلال افريقيا كسوق متاح في الوقت الحالي اللي مسيطر عليه الدول الغرب خاصه، والدول الغرب في الموضوع ده مش متعاونه فيه. يعني الولايات المتحده وفرنسا مش بيتعاونوا في كده، دول متنافسين في بس أفريقيا. الولايات المتحده هي محتكره جنوب افريقيا من قديم الازل يعني. واسرائيل دي فيها اكبر جاليه يهوديه هناك في جنوب افريقيا. يليها اثيوبيا فيها هناك جاليه اللي هي يهود الفلاشه. دول زي بيعززوا الوجود الاسرائيلي في افريقيا، في اثيوبيا تحديدا. اسرائيل حتى بتستغل المدرك الديني في كده. يعني مثلا في اثيوبيا انشات ملاعب كره قدم. احيانا بنشوف في الاستادات علم اسرائيل مرفوع على المدرجات. ما هو حدش برضه سال ليه ده. هو اسرائيل عامله ملاعب كره قدم، طب ليه؟ وعامله مدارس دينيه بتعلم الاطفال في اثيوبيا الدين اليهودي. وعاملين رحله اسمها اتبعوا ملكه الصحراء، اتبعوا اللي هي اللي يقصد بها ملكه سبأ في رحلتها في افريقيا، عشان يعزز من الانتماء المواطن الافريقي لاسرائيل. يعني بيخلق مواطنين منتميين اصحاب هوى لدوله اسرائيل. بالظبط.
نيجي بقى في المقابل، طب الجانب المصري عامل ايه؟ للاسف السياسه المصريه، يعني يمكن الموضوع ده كان موضوع سياسه دراسه الماجستير بتاعتي عن السياسه المصريه، وزماله الدفاع الوطني كانت عن اسرائيل في افريقيا. السياسه المصريه للاسف دايما بتتسم بسياسه رد الفعل، استنى الفعل لما يحدث وبعد حصل كده ابتدي اتحرك. انما اسرائيل لا، اسرائيل وايران الاثنين بيبادروا خطوات استباقيه كلها، وعندهم تخطيط لبداله، بيستغلوا يعني ممكن يصنع الحدث ويستغله، وحتى افشال الحدث نفسه يستغله لصالحه برضه. يعني وحتى الدول، طب هقول لحضرتك الرئيس او مثلا اوغندا، طلع رئيس البنك المركزي في اوغندا في اغسطس 2014 قال كده تصريح رسمي، قال احنا لن نحتاج النموذج الامريكي للتنميه، بل نحتاج النموذج الاسرائيلي، لان هو افضل نموذج في التنميه، تحقيق التنميه المستدامه، وده احنا كاوغندا بنحتاجه. طب النموذج ده هم محتاجين نموذج يحتذوا به، وفي نفس الوقت يامنوا نفسهم بعلاقات مع قوى كبرى. طب مين اللي ظاهر في الموضوع ده؟ هي اسرائيل. كينيا مثلا، الرئيس الكيني وعد ان هو هيستعيد مكانة اسرائيل في افريقيا، الكلام ده حصل اول امبارح. يعني وعد ان هو هيستعيد مكانة اسرائيل في افريقيا كصفة مراقب، وفي نفس الوقت يعزز من نفوذ اسرائيل في كينيا. الكلام ده قاله تصريح رسمي اول امبارح. توقعاتك في الفترات القادمة للخطوات التنفيذية، ايه اللي ممكن يتم من الجانب المصري؟ من الجانب الاسرائيلي؟ لا، هقول لحضرتك، هو كان ممكن يتم حاجات كتير لولا زيارة وزير الخارجية المصري. يعني هو يمكن غير معلن عن هدف الزيارة، او الاعلام المصري ما اعلنش، لكن لكن في نفس الوقت ما ينفعش، لكن كان له صدى. بالظبط. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اسطح من الحدث واقول انا ما اعترفش بدولة اسرائيل. يعني ازاي مثلا كيان هي دولة مختصرة. ما هو في رأيين يا دكتور، يعني في رأي بيقول لك خلاص تعاملوا مع الامر الواقع، وما ينفعش ان احنا ما نعترفش بيها كدولة وهي موجودة، ولازم التعامل مع العدو عشان تعرف ابعاده. ورأي تاني بيقول ان ذهابه هو اعتراف من جمهورية مصر العربية بأحقية ووجود دولة اسرائيل، والاعتراف بهذا الكيان الهلامي. اقرب وجهتين النظر اقول لحضرتك من وجهة نظرك دلوقتي، الامر الواقع فرض نفسه على الجميع. اوكي، ده اسرائيل هي كيان صهيوني مغتصب الارض ومحتل وكل حاجه، لكن عشان اواجهه لازم في تكاتف عربي. حاليا مفيش تكاتف عربي، في تشرذم عربي، وكل دوله عربيه بقت مشغوله بالدفاع عن بقائها بالاساس. طب ايه الحل؟ ان انا اتفاوض معاه بشكل مباشر، مش عشان اعرف نقاط ضعفه بس، انما عشان اقلل من تهديداته ليا. يعني مثلا زياره وزير الخارجيه المصري مش لصالح يعني مش عشان القضيه الفلسطينيه فقط، انما عشان الدعم الاسرائيلي في اثيوبيا وملف حوض النيل تحديدا. لا، انا عندي اتفاقيه دوليه معاك يا اسرائيل، انت لازم تلتزم بيها. انت وجودك دعمك لاثيوبيا نفسه بيخل باتفاقيه السلام اللي ما بيننا، فكان لازم مواجهه مباشره. هل ده تم في المقابله بشكل او باخر؟ ولا دي توقعات؟ لا، يعني بشكل او اخر تم التفاوض على كده. هل من الممكن الزامهم بعدم التدخل في طبقا للاتفاقيه الدوليه؟ طبقا للاتفاقيه، مش الزامهم كمان، يعني تقليل من تهديدهم لينا. مين اللي هيفرض عليهم عقوبات؟ او مين اللي هيقول لهم ده ما يحصلش؟ هي المساله، ما هو اصل مساله الاخلال باتفاقيه نفسهم هي مش في صالحهم، هي برضه يعني هم بيلتزموا بيها عشان هي في صالحهم هي كمان. هم من مصلحتهم ان هم يبقى في سلام معانا ومع الاردن. ما هو من الممكن يكون في تحركات اسرائيليه افريقيه غير معلنه، ما بالتالي هيواكبها تحركات مصريه غير معلنه. يعني هو قصد ان انا اثبتت عليك ان انت هتخالف الاتفاقيه الدوليه، فاذا استمريت انا كمان هخالف. وفي نفس الوقت قد يكون هو المردود هيبقى ان سبب الزياره لنتنياهو كانت للاحتفال، مش للتدخل في الشؤون العربيه الافريقيه. ما هو في نفس الوقت برضه المثبت ان زياره وزير الخارجيه المصري لاسرائيل كانت عشان القضيه الفلسطينيه. ووارد جدا برضه طبعا السياسه لعبه، ووارد جدا برضه ان يتم التفاوض بخصوص موضوع سيناء. في ايه؟ ان انا عندي جماعات جهاديه او ارهاب في سيناء، من مصلحتي ان انا بواجهه ومن مصلحه الجانب الاسرائيلي. طب اسرائيل عندها مثلا طيارات بدون طيار، طب ما يدعم معايا الموضوع ده ويخش حارب الجماعات دي. او مثلا مش ادخل حارب، لا، ممكن استغل العنصر ده، الاجهزه دي او السلاح ده في دعم في مواجهه الارهاب. قد يكون ممكن حصل نوع من الاتفاق على حاجه زي كده، لكن ده ما يمنعش، مش عيب. المستغرب ان مفيش اعلان عن حيثيات وتفاصيل المقابلات. ما هو مفيش اعلان هنا في مصر، انما بره هم بيعلنوا. يعني ليه ما بيبقاش في اعلان هنا؟ ايه المشكله في الاعلان؟ بصراحه خشيه من ردود الافعال؟ لا، لان للاسف عندنا صوت الشباب اغلبه صوت سطحي وصوت عالي وخلاص، يعني وشعارات فارغه.
يعني حته ان انا مش عيب ان انا اتفاوض مع عدوي طالما التفاوض ده لمصلحتي انا ومصلحه وطني، حتى لو التفاوض ده بشكل مؤقت مش عيب. انما اقول لا ما اعترفش بيه ومش موجود، طب ما هو موجود بالفعل. يعني حضرتك شايف ان احنا عندنا فكر عدم تقبل الاخر ايا كان، بالظبط، زي مثلا سواء انا محتاج له او مش محتاج له. يا فندم اللي خلى ان هو يتقال اللي بيواجه الاخوان المسلمين ده بيهاجم الدين ويهاجم الشريعه وشباب وصوت عالي، طب ايه علاقه الاخوان المسلمين بالدين اصلا اذا كان هم ممارستهم اصلا مخالفه للدين والشريعه؟ يعني انا وما بالك ده الصوت كان صوت اغلب الشباب في الشارع. صحيح. فلا الموضوع ما يعني عشان كده ممكن يعني نوع من التجنب شويه من عدم الاعلان فيه. عموما هنتابع وهنشوف سير الاحداث هيمشي لحد فين، سواء بالتدخل الاسرائيلي في افريقيا او بالحلول المصريه الخاصه بعوده العلاقات المصريه الافريقيه. بشكرك على وجودك معنا. شكرا يا فندم. كان معنا دكتور رامي عاشور خبير الشؤون الخارجيه وعضو الوفد المصري باليونسكو، شرفتنا ونورتنا. وما زلنا مستمرين مع حضراتكم على الهواء مباشره، لسه معانا فقرتنا الاخيره مع الزميله العزيزه رندا شريف، خليكم معنا وتابعونا.